ريتا سلامات. ما أدري يقولوا لي سلامات كل يوم قلت سلامات، قلت يا بنت سلامة، ما رضوش يعني كيف كذا خبر هذا. قولوا له ريتا سلامات، ريتا كانت مريضة، الحين أنا رجعت مريضة. لا رجعتي مريضة. أيوة. قولوا لها سلامات عشان تكون بخيره. ما رضوش يقول لي الولد ولا البنت. ما حد رضي يقولش. أيوة. قولوا ريتا سلامات لو سمحتوا. ما هذا الغد والسماجة. سلامات يا ريتا، سلامات سلامات. ما كان بيوجعش؟ حلقي. حلقش؟ أيوة. ما فعلتي له؟ فعلت له برفنان. برفنان؟ أيوة. اها. سلامات يا ريتا، سلامات. ألف سلامة. قولوا لها سلامات. ما رضي يقول لهم. ما حد رضي يقولش. أيوة ما حد. لكن يا ريتا. أيوة. بسري كيف انتي ضعيفة. أنا ضعيفة الحين. ضعفتي حين مرضتي. حين مرضت. أنا الحين مرضت. ايوه انتي مرضتي. وين حين مرضت؟ هو ذا انتي مريضة. مريضة، أنا مرضت الحين. ايوه انتي مريضة. ما يد الغاز والسماجة. انتي ما قلتي قبل شوي ان انتي مريضة؟ أيوة مريضة. خلاص بسقف ضعفتي. دحين تسرني كيف أنا. ما بسرفيش. تسرني كيف أنا ضعيفة. ايوه ضعيفة. والله ما أنا ضعيف، ما هذا الغاز والسماجة. والله انت ضعيفة والله. والله ما أنا ضعيفة. اسأليهم. أنا ضعيفة يا متابعوني. قالوا أيوة مش أنا ضعيفة. قالوا ايوه انتي ضعيفة. قل لهم يلا. هي ضعيفة ولا مش ضعيفة؟ ضعيفة. يا متابعوني أنا ضعيفة ولا مش أنا؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تابعيني. احنا دكتورة طبعا، أنا دكتورة. راح نشتي نعالج مريض. يلا عالجيني. اسمه عبد الخالق. اسمه عبد الخالق وريتا نشتي نعالجهم. أنا طبعا دكتورة. يلا عالجيني. يلا. واقف عبد الخالق شوفني. خلاص. انتي ام عبد الخالق؟ ايوه. انتي امه؟ ايوه. هو مريض طبعا، ما يخرج الا بعد سنتين من المستشفى. طيب هو انتي امه ولا خالته؟ انا امه. صادق والله. اسمها الذي معش؟ اسمها اللي معي خارج مرة يعلش. صاحبتي. ها طيب بالخير ولا في حاجة؟ كاسة حمى اشتري له حبوب. فهمتيني يا ام عبد الخالق؟ اشتري له حبوب. قولي له حبوب من الاصلي، مش تديلش من الماوي ذيك الذي قولي له دي من الاصلي. فهمتيني يا ام عبد الخالق؟ نحن هو مريض في حمى، ما يخرج من المستشفى، يا اما عملية ولا تشتري له حبوب. تمام. طيب يلا باي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معي واحد مريض اسمه عبد الخالق. الحين بنسوي له العملية مع الدكتور أمجد. والآن خرج يا مرة نسوي له العملية. يا أما أنت تستعملي ولا تشتري له حبوب؟ الحبوب عادي. الذي تشتري أنت يا أم عبد الخالق. اشتري علاج ولا لا علاج ولا عملية؟ اختاري. علاج. لا العلاج قلت يا ام عبد الخالق ما يصبرش لا علاج ولا مضاد حيوي. الصدق لازم عملية. لما يجي الدكتور أمجد وأحمد ونسبر لهم العملية، ونسبر لها العملية. طبعا أصلا يا أم عبد الخالق أنت دارية العلاج ما يفتن، يعني ما يخلي الإنسان يفتهن. إلا يخليه يفتهن. لا لما يجي الدكتور أحمد من عند الدكتور أمجد وأخليه يساعدني. شوفوا هذا مريض، شوفوا كيف شوفوا والله إنه مريض. لازم عملية. شوفوا هو مدوخ الصدق مدوخ. أقول لكم ليش مدوخ يا أم عبد الخالق. أيوه. أقولش ليش. شوفي العلاج ما يصبرش، ما يفهتنش. ليش ما يفهمش؟
كذا يا أم عبد الخالق، أصلا لازم أمجي غير لما يجي الدكتور أمجد. يا أم عبد الخالق سمعتيني؟ أيوة قلت ليش الآن عاد بدأ العملية. لو ما تبنيش سامحيني. طيب لأن العملية تموت صدق. يلا والآن نبدأ. من الماء شبهي. ايوه تسوي تحاكي. الآن ابني مريض وهي أدفع لها العمليات. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. اسك يدك يا ولد، يا ولدي الله يهديك يا ولدي. بس ابنش مريض صدق. إنما لك يا ابني هيا افعل العمليات. اسمع ماما. ايوه إن ابني هذا بيذبح بيوم، تابعوني. وانت هيا